عايزه اقوله ان من الممكن جدا ان ما نكونش احنا الوحيدين اللي موجودين في الكون ده، وعلى الرغم من ان العلم لسه مش قادر يثبت وجود حياه على كواكب تانية بشكل مباشر، الا ان العلماء بيعتقدوا ان الكواكب اللي في المنطقه الصالحه للحياه الهابيتابل زون ممكن تكون بيئه مناسبه لوجود حياه زي اللي عندنا على الارض. وعلى فكره ده ما بيعترضش مع الدين تماما. انا كنت مفكره زمان ان ده شيء مستحيل، وان لو كان في حاجه زي كده كان من الممكن ان ربنا يقولها لنا في القران مثلا. بعد كده اكتشفت ان مفيش اي حاجه في القران بتنفي ده، بل بالعكس في ايات بتتفسر ان ممكن يكون ده حقيقي فعلا، زي بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. في بعض التفاسير المفسرين قالوا ان المعنى ممكن يكون ان الارض بتاعتنا دي اللي احنا عايشين فيها مقسمه ل7 طبقات من السماء والارض كمان. لكن برضو في تفسير بيقول ان في 7 اراضي مختلفه في الكون، يعني كواكب او اماكن تانية غير الارض، واللي ممكن تكون اماكن مشابهه لبيئتنا او فيها كائنات زينا. وبالتالي التفسير ده بيخلي احتمال وجود حياه في اماكن تانية في الكون امر ممكن جدا. وعلى فكره في السنين الاخيره العلماء اكتشفوا بالفعل كواكب بتشبه الارض في مجرات تانية، واماكن فيها ظروف ممكن تدعم الحياه.